المتابعه ديال زين الدين عبد الراق. نتابع هذه المحاوله. حكم لم يعلن ان هناك وضعيه تسلل. زريده بالراس ولكن ما كانش بالشكل الجيد. كتضيع هذه المحاوله. اول فرصه لفائده فريق الرجاء. نتابع هذه المحاوله العرضيه ولكن التعامل لم يكن بشكل جيد. عربيدي كذلك لاعب فريق المغرب التطواني الذي يغيب عن هذه المباراه الى جانب علاء الدين اجراي. مشات كره في الجهه اليمنى. هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. يسري بوزوق دخل داخل منطقه الجزاء الراسيه. تضيع ارضيه ديال موسف العبري في الوقت التوالي المرتد الهجومي لفائده فريق الرجاء. المباراه متحركه في هذه الدقائق الاولى. نوفل الزروني محاوله الدخول داخل منطقه الجزاء. تسديده عرضيه ولكن ما كانش بالقوه الكافيه. تمر جانبا بالقائم الايسر لمرمى الحارس مهدي بن عبيد. كان مرتد هجومي لفائده فريق الرجاء. كل فتح محاوله تصحيح الوضع. وصل من طموحات جماهير كبيره في اعاده النادي الى سكه الالقاب والانتصارات والانجازات مع هيكله الفريق ووضع قطيعه مع مشاكل الماضي وكذلك استثمار الايجابيات للدفع بعجله الفريق لتحقيق النتائج الايجابيه. لعبت كره طويله. هذه فرصه نوفل الزروني فرصه هدف وحكم ضربه جزاء لفائده فريق الرجاء. وانذار نوفل الزروني يتمكن من انسلال الدخول داخل منطقه الجزاء. لاعب المدافع زوير مارو لاحظوا كان هناك خطا على مستوى التغطيه وخطا في ابعاد الكره خصوصا من طرف المدافع الكونغولي دارنيل الذي لم يتمكن من ابعاد الكره. لاحظوا نوفل الزروني كيفاش انه حافظ على الكره ديالو وبالتالي دفع بالمدافع زوير مارو انه يقوم بالخطا وضربه جزاء يعلن عنها الحكم رضوان نجيد. وفرصه للرجاء من اجل تسجيل الهدف الاول. نوف رجاء كما انه سيبحث عن اول هدف له هذا الموسم. صافره ديال الحكم وقت الحكم مازال كيطلب اللاعبين بانه يكونوا خارج المستطيل. يسري بوزوق الهدف الاول لفائده فريق الرجاء واسطة لاعب يسري بوزوق اللي كيتمكن من وضع الكرة في الشباك لجماهير فريق الرجاء الملكي. لاحظوا يسري بوزوق كيوضع الكرة في الجهة اليسرى لمرمى الحارس مهدي بن عبيد في الوقت اللي مهدي بن عبيد اختار الجهة اليمنى. وهدف اول لفريق الرجاء. هدف اول للاعب يسري بوزوق هذا الموسم وهدف الذي فريق الجيش الملكي. دائما محاولة هناك للمساندة من طرف منصف العبري. يرفع كرة رأسية. فرصة كانت فرصه لفائده فريق الجيش الملكي الراسيه ولكن الكره كتمشي خارج ارضيه. نتابع مره اخرى المنصف العبري. كره بالراس كان لتدخل اسماعيل المقدم. النهائي هو في يد الحكم رضوان نجيد. نتابع هذه المحاوله الراسيه ديال زهير مرور. اسماعيل رابح حريمات العميد امام عميد الرجاء. رابح حريمات بطريقه ممتازه. رابح حريمات يضع الكره في الشباك. هدف التعادل. هدوء صراحه يحسد عليه رابح حريمات اللي كيوضع الكره بفنيه كبيره. هدف التعادل لفائده فريق الجيش الملكي. كما قلت بانه تقريبا 5 ديال الدقائق على هدف يسري بوزوق. رابح حريمات محتوى ديال المحاوله مرتد هجومي. نوفل الزروني انطلاقه ديال نوفل الزروني. فرصه الهدف يسري بوزوق ثنائيه. هدف جميل لفائده فريق الرجاء. اي الطريقه والسرعه لنوفل الزروني. انسداد مره اخرى وراء ظهر المدافعين في هذا المقطع ديال نوفل الزروني من كما قلت انسداد من وراء ظهر المدافعين. هنا المراوغه التمريره. يسري بوزوق يضع الكره في الشباك وهدف ثاني لفائده فريق الرجاء. فرحه كبيره وكذلك كنقول بانه تفاهم كبير بين نوفل الزروني ويسري بوزوق. لاحظوا التمرير والكره بكل هدوء كيوضعها يسري بوزوق في الشباك. هدف ثاني لفائده فريق الرجاء. الوقت اكيد غادي يكون لعبد الله خفيفي. تمريره خاطئه. الحكم كيعلن على خطا وسيكون هناك ورقه خطا على مستوى الدفاع ديال فريق الرجاء وورقه حمراء. عبري اول لمسه لايمن حسين. زريده تمريره في تسجيل لاعب يسري بوزوق. هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. يسري بوزوق الانطلاقه ديال عبد الصمد البدوي على مستوى الجهه اليمنى. البدوي الدخول داخل منطقه الجزاء. فرصه تألق الحارس مهدي بن عبيد الذي يتدخل ويبعد الكره للزاويه. لو مرت الكره اعتقد انه ستكون هذا المرتد الهجومي. تمريره من يسري بوزوق لعب الصمد. اللاعب علاء الدين اجراي مشات الكره في الجهه اليسرى. هذه فرصه بوسط اسماعيل اغورو المهاجم الطنجولي دخل داخل منطقه الجزاء. تسديده
دائما خطوره زكريا الهبطي وابعاد الكره من بوشعيب على الراسي في الوقت الحكم المساعد رفع زوير مرور. هذه فرصه لفائده فريق الجيش الملكي. زكريا الهبطي فرصه هدف تعادل لفائده فريق الجيش الملكي. زكريا الهبطي لعيرة صبحت الان متعادله ومتكافئه. زكريا الهبطي بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه كيتمكن انه ياخذ الكره داخل منطقه الجزاء، يلعب الكره بالرجل اليمنى بعد ما كان يعني الكونترول بالرجل اليسرى. لاعب كما قلت عنده امكانيات مهمه. زكريا الهبطي سيكون يعني واحد من اللاعبين المتميزين في صفوف فريق الجيش.